السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل معكم لمحبي الفستق الحلبي، معمول بعجينة الفستق الحلبي ومحشي فستق حلبي جدا لذيذ، منظره شهي جميل. إن شاء الله راح تعجبكم الوصفة بإذن الله تعالى. هلأ بسم الله نبدأ. عندي هون طحين الفرخة اللي هو السميد الناعم جدا جدا، 2 كوب اللي هو بيعادل 300 جرام من طحين الفرخة أو السميد الناعم. وعندنا 200 جرام ما يعادل 1.3 الكوب من الطحين كافة الاستعمالات. وعندي 150 جرام فستق حلبي مطحون ما يعادل 1.5 كوب. إن شاء الله بنضيفهم معاه بهذا الشكل. وبدي أضيف معلقتين من الحليب البودر بهذا الشكل. وبدي أضيف معلقة كبيرة من المحلب المطحون. بسم الله، معلقة كبيرة محلب. وبدي أضيف معلقتين، بسم الله الرحمن الرحيم، ونص من السكر. طبعا معلقتين كبار ونص من السكر بهذا الشكل. حابة أحط كمان رشة فانيلا اختيارية، ورشة مستكة اختيارية، ورشة ملح. رشة ملح اللي هي تقريبا ما يعادل ربع معلقة صغيرة. هلا هيك بنخلطهم كلياتهم مع بعض بإمكانك. هلا بالخلاط، بسم الله. هلا بدنا نحطهم نخلطهم مع بعض. لما خلطنا بسم الله الرحمن الرحيم بدي اضيف سمنه 1.5 كوب تقريبا ما يعادل 280 جرام. طبعا بتحط اصبعك فيها بتتحمليها تكون ساخنه دافيه، يعني انه مش كتير ساخنه عشان مثل ما ذكرنا قبل هالمره ما تقسى معنا حبه السميد. وبدنا نحط طبعا ملون اخضر، لانه اذا حابه يكون له لون يعني هيك الخضار يبين بدك تحطي شوية من الملون الأخضر. وهسه بنخلط بسم الله. هلا هاي المرحلة طبعا بدك تعمليها على ايديك، تبسيها كالعادة أو بهذا الشكل في الخلاط بسهولة. نضلنا نبس لغاية ما تتشرب وتصبح عنا عجينة طرية متماسكة. مثل ما ذكرنا اللون بنحب نضيف خضار بنضيف، ممكن اذا مش قادر تحطيه هون بعدين بس نيجي نحط المواد السائلة تلوني المادة السائلة باللون الاخضر وبتعجني فيها. انا هون هذا شايفين معجون الفستق الحلبي طبعا من دون اضافات نهائي، وانا اطحن الفستق الحلبي لغاية ما يصير معجون بدون اضافات، لا زيت لا سكر ولا اشي. كمان حبيت اضيف منه بهذا الشكل، راح يعطي لون ويتجانس مع العجينة أكثر وأكثر. إضافية هاي حسب رغبتك. هلا بنخلط. شايفين كيف هلا هيك صارت تفتحت حبات السميد وتجانس كل إشي. هلا بنتركه ونغطيه 12 ساعة. بعد هيك بنرجع لكم إن شاء الله نشتغل فيها. طبعا إذا ما قدرتي تشتغلي فيها بعد 12 ساعة بإمكانك تحطيها في الثلاجة قد ما بدك. وحتى إذا عجنتيها واشتغلتي وزاد وانشغلتي تحطيها في الثلاجة برضه، وأي وقت تيجي بتشتغلي فيها بإذن الله تعالى. نرجع لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. هلا بدنا نعمل معكم حشوة الفستق. أنا هون حمصت الفستق بالأول، ممكن في الفرن اللاي في الشواية الهوائية حسب رغبتك. هون كسرته خشن شوي، وفي نوعية أنعم شوي، طبعا انت حسب الرغبة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف بيجي هون؟ طبعا تقريبا كيلو من الفستق، شايفين الفرق بينهم. وسويت كمان اشي أنعم بزيادة بهذا الشكل. هيك عملت 3 أنواع، الناعم كتير بهذا الشكل، الوسط، والخشن. شايفين كيف؟ هاي حسب رغبتك، حابة ناعم حابة خشن، حابة تعمل مثل ما أنا عملت هون حسب رغبتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحركهم كلهم مع بعض. ما ذكرنا كيلو من الفستق الحلبي، انت حسب حاجتك ممكن تعملي نص كيلو. هلا عندي هون ثلثين الكوب من السكر الباودر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشكل ثلثين. بدي احط معلقتين كبار من الحليب الباودر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيساعد على الطراوة، هاي حسب رغبتك كمان. اللهم صل على محمد. بدنا نحط كمان طبعا معلقتين سمنة او زبدة، وبدي احط 8 معالق من العسل. حابة تحطي قطر جليكوز حسب رغبتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بس العسل اللهم صل على محمد بيساعد انه ما بيخرب بسرعة، ما بيعفن زي القطر لفترة طويلة. طبعا إذا مش فترة طويلة ما بتفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. 2. طبعا احنا عملناها قبل المرة الحشوة معكم. 3 4. مش حابة العسل مثل ما ذكرنا، ما في أي مشكلة. 5 6 7 8. هي 8 معالق من العسل بهذا الشكل. هون حطيت معلقتين كبار من السمنة كمان. هلا بنخلطهم. هلا في عندي هذا المعجون اللي عملته مثل ما ذكرنا أول مرة حطيناه في عجينة المعمول. طبعا هذا فستق صافي، نفس ما كنت لما أطحن بطحن 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 لغاية ما يصير بهذا النعومة. هذا معجون برضو بنحط منه لحتى ايش يعطينا نكهة أقوى ويعزز النكهة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنحرك. هلا بنحط كمان شي من 2 ل 4 معالق من ماء زهر أو ورد، أو من الاثنين مع بعض. أنا طبعا بحب أحط من الجهتين. أحط معلقتين زهر ومعلقتين من الورد. نضيفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. في ناس بحبوا فستق الحلبي مع الورد، ماء الورد يعني. في ناس بحبوا مع الزهر، في ناس بحبوا الاثنين مع بعض، يعني حسب رغبتك. بسم الله. وهي ماء ورد. في ناس بحبوا ينقعوا الفستق الحلبي بماء الورد كمان بصير، انتي حسب الحشوة المتعودة عليها. بسم الله. بس اذا بتجربي هاي الحشوة راح تعجبك، راح تدعيلي ان شاء الله عليها، لأن عن جد عن جد جدا لذيذة، يعني ما بتنوصف. وبتدوم مدة طويلة. نجربيها وشوفي ان شاء الله راح تدعيلي عليها. شايفين كيف هيك عجناها 100 صارت عجينة. هلا طبعا بتكوريها دوائر مستطيلات حسب كيف انتي بدك تشكلي المعمولة وكيف راح تحشيها. يعني ممكن تاخذي هيك شوي صغيرة هذا الشكل وبتحطيها، بتكوريهم وبيكونوا جاهزات ان شاء الله بحجم طبعا اللي بدك اياه بهذا الشكل. وبنرجع لكم ان شاء الله. هلا هاي بعد العجينة ارتاحت، شايفين كيف لونها كثير حلو كمان. بس اذا حابين نعزز اللون بنحط صبغة. هون حطيت خليط من ماء الورد، ماء الزهر، وماء دافئ ومع شوية لون خضار. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود شوي شوي ونعجن. طبعا اذا مش حابين تعززوا اللون، لونه كثير حلو اصلا يعني، بس حبينا نجرب هيك اذا عززنا اللون الشكل.
شوي. تمام الريحة هذا الشكل. كيف طبعا انت عندكم اذا كان استخدمتوا كان فرخة بيطلع انعم من هيك بكتير، بس انا ما كانش متوفرة عندي الفرخة، عملتها بالسميد الناعم، برضو بيعطي نتائج كتير حلوة. هيك شوف كيف كويس ولا لا. كيف هلا بنتركها شي ساعتين لغاية ما تتشرب كتير منيح. نتركها شوي صغيرة عشان تهدى شوي ترتاح، عشان تعطي نتائج ان شاء الله كويسة. ممتازة. هلا بنتركها بنغطيها بنخليها ترتاح شي ساعتين، وبنرجع لها ان شاء الله بإذن الله تعالى نورجيكم كيف نحشي ونشكل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد ما عجننا العجينة وارتاحت بهذا الشكل ما شاء الله، ناعمة جدا جدا جدا، ما فيها شي خشن، ما فيها اشي، شايفين ما شاء الله منعمها. هون مثل ما ذكرنا معكم كورنا الفستق الحلبي، اشي طويل اشي مدور طبعا حسب رغبتك، ونقشنا كمان حبتين. هلا بنورجيكم كيف معكم نشتغل. ناخذ شوي من العجينة مثل ما تعودتوا علي اني انا باخذ من العجين بفردها، بعملها مثل قشرة للحشوة بهذا الشكل، شايفين كيف، وبنغلفها تغليف. طبعا في زيادات بنشيلها لحتى ايش تطلع الحشوة في الوسط، ما تكون مثلا على جنب. هاي بهذا الشكل ممكن تعمليه في القالب، وممكن تنقشيه تنقيش حسب وقتك، حسب رغبتك، حسب شو متاح لك. هاي مثلا ننقش معكم بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الشكل. طبعا تنقيش اي شكل، واحنا عملنا معكم قبل هالمرة اكتر من فيديو للمعمول وفي للتنقيش، وفي كمان فيديو معمول قبل 4 سنين كمان عملناه معكم فيه طرق عدة للتنقيش. كمان حلو المطاول بما انه اخضر نعمل على شكل ورقة بسم الله الرحمن الرحيم، برضو بيطلع كتير حلو بهذا الشكل. طبعا مثل ما ذكرنا التنقيش حسب رغبتك، حسب ما بتحبي بهذا الشكل. بعد هيك بنحطهم بالصينية على ورق زبدة، ونحطهم بالفرن على درجة حرارة مرتفعة شوي أو 170 درجة مئوية، وحسب فرنك طبعا كل واحدة بتعرف كيف فرنها. يعني تقريبا تاخذ من 9 دقايق إلى 11 دقيقة بس تتحمر من تحت بتكون جاهزة. بتطلعيها وبتخليها تبرد على راحتها، وبعد هيك بتكون جاهزة انك تستخدميها وصحتين وهنا. بنرجع لكم ان شاء الله كمان بعد ما نخلص المجموعة. هلا طلع معنا بهذا الشكل، شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما اجملهم. طبعا بدك ترشي عليهم السكر، طبعا هم لسه بعدهم سخنات المفروض ما نطلعهم سخنات. بسم الله الرحمن الرحيم، بس حبيت اورجيكم. نخليها طبعا تبرد في الصينية لحتى ما يتكسروا معك، خليهم لغاية ما يبردوا. بعد هيك بنشيلهم ونضبهم في تبروير ونسكر عليهم كتير منيح. صحتين وعافية، شايفين كيف ما أجملهم، رائع جدا، صحتين وعافية، إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم.